بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب يا حلوين. النهاردة هناخد فيديو جديد، حصة جديدة طبعا زي ما احنا شايفين، حاجة اسمها الحروف المتشابهة في النطق. يعني ايه الحروف المتشابهة في النطق؟ احنا معانا كذا حرف، تمام، هو شبهه لكن مش هو نفس النطق، هو شبهه، يعني هو في شبه منه في النطق بس، ماشي يا حلوين، لكن مش هو الحرف، هو حرف شبهه في النطق. زي ما احنا ممكن نقول حاجة شبه حاجة، هي مش تبقى هي نفسها لكن فيها شبه منها. فالحروف اللي هناخدها النهاردة مش شبه بعض في الشكل، لا في النطق واحنا بننطقها. ماشي، اول حاجة كده طبعا هنفهم النهاردة الحصة النهاردة والدنيا تبقى تمام بإذن الله معانا. اول حاجة نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم. انزلوا اعملوا لايك واشتراك عشان ده بيشجعني جدا يا حلوين. يلا بينا عشان نبدأ الحصة بتاعتنا النهاردة. يلا نسمي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه هي الحروف المتشابهة معانا؟ ايه بسم الله الرحمن الرحيم؟ تعالوا ناخد ايه الحروف المتشابهة. التاء والطاء. طيب احنا قلنا يا مس دي حروف متشابهة في النطق، يعني احنا عشان نقول هي حروف متشابهة في النطق فاحنا لازم ايه؟ نقعد ننطقها صح. ما هي متشابهة بقى، ما احنا عايزين ايه؟ نعرف نفرق بينها. ماشي، يلا نفرق بين الحروف. يلا يا حلوين، دي اسمها تاء. تاء، شايفين حرف التاء يعني غير الطاء، شايفين تاء طاء. يلا قولوا معايا، انا عايزاكم تقولوا معايا وتركزوا. صحصحوا، يلا صحصحوا معايا. تاء طاء تاء طاء. يلا تاء طاء. ها، دال ضاد. شايفين الفرق بينهم؟ دال اللي هو بالاورنج ده، دال ضاد دال ضاد. ها، ذال ذال ظاء ظاء ذال ذال ظاء زاي زاي. شايفين شبه بعض بس مش هم خالص، تمام. يلا تاء طاء تاء طاء. ممكن نقول تاء تمر تمر مثلا، مش بنقول تمر، لا بنقول تمر تمر. شايفين حرف التاء؟ تمر بنقول تمر، مش بنقول تمر. ما ينفعش نقول تمر عشان تمر بحرف التاء مش بحرف الطاء، تمام يا حلوين. طيب معانا سين صاد ثاء. سين صاد ثاء. شايفين الفرق؟ ها، سين صاد ثاء. ها، قاف قاف كاف قاف كاف. غين غين خاء خاء غين غين خاء. ها، ماشي يا حلوين. يلا كمان مرة. تاء تاء طاء طاء دال ضاد دال ضاد ذال ذال ظاء زاي. ها، سين سين صاد سين صاد ثاء ثاء بنطلع ايه؟ لسان. قاف قاف كاف غين خاء. اهم حاجه في الحصه النهارده انطق صح، تكتب صح. ما هو انا لو دلوقتي نطقت مثلا حرف الزال قلت عليه مثلا ظاء مثلا، هكتب الظاء، ما انا نطقت غلط. يبقى احنا لو نطقنا صح هنكتب صح. نركز جدا، الحصه النهارده مهمه ويا ريت تاخدوا الحصه دي مهمه جدا، ولو هتعيدوا الفيديو براحتكم يعني. ماشي يا حلوين. يلا بينا. هنا بيقول لي ايه السؤال ده؟ قبل ما ناخد السؤال ده انا جايبه لكم ايه؟ لاحظ الفرق اهي زي ما احنا شايفين. لاحظ الفرق، الحروف المتشابهه في النطق. جايبين كلمات على اللي احنا ايه؟ على اللي احنا خدناه هنا ده، تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. كلمه مثلا ايه؟ تعالوا ناخد اول اتنين دول. كلمه ايه؟ تفاح وطائر. شايفين التاء والطاء؟ تفاح. شايفين؟ قلنا تفاح مش قلنا تفاح. مش في حاجه اسمها تفاح، مفيش حاجه اسمها تفاح يا حلوين. ماشي، قلنا تفاح تفاح. زي ما بنقول ايه؟ تمر، ما بنقولش تمر، بنقول تمر عادي. تاء رقيقة. ماشي يا حلوين. تاء طاء. ها، تفاح تفاح طائر تفاح طائر. يلا تعالوا بقى ايه نشوف الفرق بين دول. ها، هنا حرف الفرق بين الغين والخاء. هنا غزال خروة. هي اعتقد الفرق ده واضح يعني، هو مش هو يعني، هو واضح تمام. صاد
صاد والسين صورة. صورة. شايفين قلنا ايه؟ صورة، مش قلنا سورة. مش اسمها سورة، اسمها صورة. شايفين حرف الصاد؟ شايفين حرف الصاد اتنطق ازاي؟ صاد. صاد. صورة سمك. صورة سمك. عشان حرف الصاد من الحروف الايه المفخمة، فخمنا صورة. صورة سمك. سمك ايه؟ حرف رقيق عادي. ها، ظفر. 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 ها، اللي هو الضافر يعني. ظفر. ظفر. ضابط. ضابط. شايفين؟ ظفر. ضابط. ضاد. ها، ذيل. ذيل. مش بنقول ايه؟ مش بنقول، مش في حاجه اسمها ديل مثلا او ذيل. مش اسمها زيل، ما اسمهاش زيل، اسمها ذيل. ركزوا، ذيل. ذيل. زرافة. ذيل. ذيل. زرافة. ظرف. ظرف. ظرف ده الظرف اللي بنحط فيه الورق او الحاجة بنسميه ظرف. 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 زرع. زرع. شايفين فرق؟ ظرف. ظرف. حرف الظاء. ظرف. زرع. السين. سمك. سمك. ثلج. سمك. ثلج. شايفين يا حلوين؟ ركزوا بس في الفيديو وهتبقى ايه الدنيا تمام ان شاء الله. يلا بينا نحل الاسئله. احنا كده عرفنا الحروف المتشابهه ووريتكم ايه الامثله اللي عليها. يلا بينا. هنا بيقول لي ايه؟ اكمل الكلمه بالحرف الصحيح. هنكمل كلمه بالحرف الصحيح. طيب انا هقول لكم الكلمه. طيب ماشي، يعني افترضوا ان فيها رسمه او حاجه، بس انا ايه ما رسمتش وما عملتش حاجه. انا هقول لكم هتبقى الكلمه ايه وانتوا تقولوا هناخد انه حرف من دول. ماشي. اول كلمه قمر. قمر. يلا ها ركزوا، عايزه ودانكم معايا تركزوا جدا. قمر. قمر. هناخد ايه؟ قاف ولا كاف؟ قلنا ايه؟ قمر. قمر. قمر يا مس؟ لا، قاف. صح، شطار. قاف. قمر. ماشي. طب كلمة كعك. كعك. هناخد الكاف ولا القاف؟ كعك. ها، كعك ايه؟ هناخد الكاف. ماشي، شطار يا حلوين. يلا كلمة ايه دي اللي بعديها؟ كلمة سجدا. سجدا يعني بيصلي وسجد. سجدا. هناخد ايه؟ ها، السجدة هنا هتبقى ايه؟ تبقى السين ولا الثاء ولا الصاد؟ سجدا. السين. شطار. يلا اللي بعدها كلمة ايه؟ طحنا. طحنا. ها، هناخد ايه؟ التاء ولا الطه؟ طحنا. هناخد الطاء يا مس. طحنا ده الطه يعني خلاص ناقص تتكلم. طيب كلمة ايه دي؟ كلمة صقر. صقر. هتبقى السين ولا الصاد؟ صقر. شايفين الصاد؟ لا مش قلنا السكر، مش في حاجة اسمها سكر. قلنا صقر. شايفين الكلمة؟ صقر. طيب كلمة ايه اللي بعديها هنا؟ خروع. خروع اللي هو نبات الخروع، اكيد انتوا عارفينه. زرع يعني حاجة كده، ايه نبات الخروع. ما علينا، هو اسمه خروع. يا حلوين اسمه ايه؟ خروع يا حلوين. يبقى ناخد الخاء ولا الغين؟ الخاء. كده نكون انتهينا من الفيديو. يا رب اكون فدتكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان ده بيشجعني جدا. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. استنوني في سلسلة شرح حروف كتير جدا واملاء وكل حاجة باذن الله. كل حاجة باذن الله تنزل هنا على القناة، كل حاجة تحتاجوها. وان شاء الله ابقى اسيب لكم ان شاء الله اسيب لكم التعليقات مفتوحة تكتبوا فيها اللي انتوا عايزينه باذن الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان اعمل لكم فيديوهات كتيره جدا وكل الفيديوهات توصل لكم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والقاكم في فيديو جديد.